ايه رأيكم النهارده نعمل منين سادة وقرقيش كمان سادة وبالعجوة، وان شاء الله تنال اعجابكم لانها مقادير صغيرة ممكن تضاعفوا الكمية لو حابين. وهنعمله بطريقة سهلة وبسيطة وزي ما انتم شايفين طالع طيب وفي منتهى الجمال. يا ريت تجربوا طريقتي وان شاء الله هتكون بإذن الله ناجحة معاكم الطريقة. اول حاجة ان انا بجيب البولة بحط فيها معلقة من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وطبعا بحط كوباية من الزبدة على السمنة، وممكن احط سمنة مع زيت. وبضيف كمان ربع كوباية من اللبن مع ربع كوباية من المية، يعني حوالي نص كوباية خليط من اللبن والمية. وبحط 3 كوبايات من الدقيق وذرة من الملح، وبحط معلقة صغيرة من اليانسون ومعلقة من الشمر بيكون محمصاهم بدون أي دهون. وبقلب ال3 كوبايات مع الكمية السمنة اللي ضفتها والخميرة والسكر. انا هنا ضفت نص كوبايه كمان من الدقيق، وهنا بقى عندي العجوه ضفت عليها معلقه من السمنه وضفت عليها شويه من السمسم وسيحتها على النار شويه. وهنا العجينه فردتها وحطيت جواها العجوه، عملتها في صوره مستطيل وضفتها وقفلت عليها العجينه وبدات اقطعها بالمنظر ده. او ان انا اعمل بطريقه تانية، ان انا افرد العجينه على الرخامه بتاعتي واشيل الزوايد بتاعتها واحط عليها العجوه. الاول بحطها على كيس بلاستيك وابدا احطها فوق العجينه بالظبط واشيل الزوايد، وابدا بعد كده اعملها رول واحط السمسم على الرخامه وابدا الف الرول على السمسم بالمنظر ده، وابدا اقطعها قطع صغيره واحطها طبعا في الصينيه. ممكن اعملها بشكل تاني، انا بقطعها بشكل عشوائي، باخد اي جزء من العجينه بحطه جواه العجوه بالمنظر ده، وطبعا ببدا اقفل العجينه عليه واعملها على هيئه قرص. ممكن ان انا اخرمها بالشوكه عشان توصل جوه العجينه وتدي شكل حلو في نفس الوقت، وفي نفس الوقت يوصل السوا داخل العجينه. ممكن اقطعها بالمنظر ده برضو، اقطع كل اسطوانه لاتنين. وهنا بدات اعمل منين ان انا بلف العجينه على هيئه اسطوانه، ببدأ اتنيها وابدأ اقطعها بالمنظر ده عشان تدي المنين السادة اللي احنا بنشربه مع الشاي بلبن، بيبقى جميل الفطار الصبح. وهنا ممكن اقطعها في صورة مثلثات، بان انا بحط برضو العجوة داخلها وابدأ ان انا اقطعها. وبعد كده بحطها في صينية بتكون مدهونة بسيط جدا من شوية من السمنة أو من الزيت، وبحطها في الرف الأوسط على درجة حرارة 180، بيكون مسخن من قبل كده ب10 دقايق. وأول ما يبدأ يستوي من تحت ببدأ أفتح الشواية وبيطلع بالمنظر الجميل ده. يا رب يعجبكم إن شاء الله وتجربوه. أشوفكم الفيديو الجاي على خير بإذن الله. دمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله.